والصلاة والسلام على رسول الله. الاسم عبد الرحيم محمد، والقاطن في هذا المكان هذا. مرحبا بك في قناة بلوزواق تيفي. كنشكروا القناة اولا بعدا وقبل شيء، كنشكروا هذه القناة اللي عطاتنا واحد الدعم هكا نعبروا على الواقع ديالنا الحقيقي. انا صاحب هذا المرآة اللي من 95 وانا كنت قاتل في الصفاح. هانتوما تشوفوا راه على عينكم كل شيء. وانا كنت قاتل، كانت هنا زردات تبارك الله بمختلفة الاشجار، الكرموس، العنب، الزوف، كانت مختلفة الالوان. ومن 95 بدات القفايت، هي اصلا كانت من الثمانينات بدات كتبان القفايت على الشاشه وتبان على كتيتو هكا. ومن 95 تقاسمت انا القسمه ديالي، انا والخوت ديالي تقاسمنا هذا الارث اللي خلاه لنا الوالد ديالنا. وفكرت باش ندير مرآب تشجيع للسياحه وتشجيع للمواطنين وهذا، وحيدت الاشجار ديالي اللي كانت هنايا وقاتلت وكسميته. من 95 وانا في كسميتو تنصبت عندنا القياده هنايا في ذاك الوقت ديال 95. نصبت عندنا واحد القياده هنايا. وبالنسبه للمسؤولين اللي كانوا هنايا كرؤساء ديال القبيله، ما بغاوش هاد الاقتراحات ديالي، وما بغاوش كسميتو هكا منذ ذاك الزمان وانا معاهم في الحرب. اذا ممكن تشرح لنا هذا المشكل اللي عندك مع من جلستو؟ هذا المشكل جلستو مع اي قايد كان في ذاك الوقت من 95. يعني كل فتره كان كيطلب قيد. اي قايد هنايا كنمشي عنده مده معينه وكينتقل. كيجي ذاك القايد كيقول لي انت ماشي ديالك هذا الشيء، وعلاش كذا منا وكذا هيك. وبالتالي هو غير تحريض من الرؤساء ديال الرئيس اللي كان هنايا في هذه المنطقه هذه، هما اللي ما كانوش باغيين باش البلاد تزيد لقدام. اذا علاش ممكن تشرح للراي العام المحلي والوطني علاش مثلا هاد الناس اللي كتقول ما بغاوش بحال هذا المشروع يكون هنا في هذه المنطقه بالذات؟ على اساس انهم هما كانوا ناس اللي في عندهم موارد صحيحه، عندهم يعني املاك ديالهم، وعندهم سميتو هكا. بالنسبه لهذا المنتجع اللي نعطي واحد النقطه اللي مهمه جدا، يعني اللي خصو يعرفها الراي العام وخصو يعرفها المواطن، باللي ان هذا المنتجع هذا ما عنده حتى صيغه قانونيه بالنسبه لا للجماعه ولا للسلطه المحليه ولا هذا المسبح. كان يعني هذا المنتجع كان ارض ديال مواليه، الارض ديال النص ديال الارض فيه ديالي انا ديال الوالد ديالي، والنص ديال ناس اخرين. واحد الفتره غير سمحت، واش هذا الشيء اللي كتهضر على المنتجع يعني ديال الدقافات ولا غير هذا المرأب؟ باش نوضحوا مزيان الامور للناس. انا كنهضر يعني بالنسبه لهاد المسؤولين اللي نايضين، يعني كانوا نايضين ضدي كما وضحت في هذا سميتو. حتى بغيت نشير لهذه النقطه ديال المنتجع، باللي انه غير استولاو عليه، ما عندهم لا بنيه تحتيه ولا حتى شي حاجه. هذا لابيسين كما كيقولوا، هادو بناتو واحد الشركه كانت هنايا في التاريخ، ما مشى عليا في التاريخ، في الوقت اللي كان يتاسس واحد الوزين ديال الضوء هنا في جراده، معمل ديال الكهرباء. نعم. في مدينه جراده. على ما اظن الروس. نعم. الروس هما الاولى اللي داروا ذاك المركب الحراري مدينه جراده. هما داروا ذاك المركب. وكانت هنا بالنسبه لسميتو، لان كانت الارض ديالنا مجاوره لهذا المسبح، كانت مجاوره، وكان الماء غير مدفق، الخيرات ديال المياه. بقاو كيجيو هما الويكاند يفوتوا الويكاند، هذوك الروس كيجيو يفوتوا الويكاند هنايا نهايه الاسبوع، وداروا واحد السور على هذاك الماء باش يفوتوا فيه الويكاند. ما بناتو لا جماعه ولا سميتو، فوتوا هما الفطره ديالهم، هذوك الروس فوتوا ديك الفطره ديالهم وانتقلوا مشاو سميتو. منذ ذاك الزمان رئيس المجلس اللي كان في ذاك الوقت جا استولى على ذاك المنطقه هكا، شويه بشويه حتى جرى على الناس ديال الموالين ديال الارض، ودانا استغلنا حنايا النص ديال الارض ديالنا تما. حنا كان في ذيك الوقت كان الوالد ديالي الله يرحمه ويرحم والدين السامعين، كانوا هما اللي كانوا متكلفين، حنا كنا عاد صغار. اذا الفكره كانت واضحه بالنسبه لهذا المنتجع. نوليو للمشكل اللي عندك انت كمرأب.
بالنسبه للمرأة انا غير شرت لهذه النقطه هذه. نعم. ملي بقيت لا أنايا مزيان باش توضح للناس الامور كي دايره مزيان. انا ملي بقيت هنايا كنشجع المواطنين، نشجع السيارات، نوجه الناس يعني كمسؤول هنايا في هذه المنطقه هذه هنايا حدايا ضريح اللي كنت كنشرف عليه وكنعطي توضيحات للناس وهذا سميتو. يعني هما يعني شاديني في واحد سميتو هكا، يعني ما باغيينش هما هذا سميتو. وانا كنت مصر انني نوصل الفكره للمواطنين، ومصر باش لانه هذاك هو المصدر الوحيد اللي عندي باش ناكل فيه الخبز.